المستقبل العالم هيوصل لنهايه مرعبه بسبب الاوبئه وتغيير المناخ ونقص الميه وانهيار شبكات الكهرباء. استراليا بقت صحراء كبيره ما عدا مجتمع صغير معروف بالمكان الاخضر. فريوسا كانت بتجمع الخوخ مع صاحبتها لما فجاه سمعوا صوت. فريوسا راحت تشوف ايه اللي بيحصل رغم ان صاحبتها حذرتها، واكتشفت عصابه الموتوسيكلات فقطعت خرطوم البنزين من واحد من الموتوسيكلات دي علشان تعطله. لكن وهي بتعمل كده في الموتوسيكل التاني واحد من العصابه شافها فطعنته في رجله على طول وهربت، وصفرت علشان تحذر اهل القريه، بس للاسف قدروا يلحقوها وخطفوها. وبسرعه ماري والده فريوسا وفيفيان طردوا سواقين الموتوسيكلات وضربوا نار على واحد من السواقين، وماري قتلته بسلاحها واخدت الموتوسيكل بتاعه. قبل ما ماري تسيب فيفيان علشان تنقذ فريوسا، فيفيان ادت لها ذخيره كتير. بسرعه ماري قتلت واحد تاني من بعيد برصاصه، والراجلين التانيين وقفوا يحللوا الموقف. وقت ما كانوا مشتتين فريوسا كانت بتقطع خرطوم بنزين تاني، ولما شافوا ماري جاي عليهم هربوا بسرعه. ماري استغلت الفرصه ديت علشان تصلح الموتوسيكل اللي وقع بالموتوسيكل اللي هي سرقته، وبتاخد البنزين علشان تسوق لوقت اطول. المطارده كانت لسه مستمره، وفي نص الليل البنزين خلص من موتوسيكل واحد من العصابه. الرجاله اتخانقوا مع بعض علشان مش عارفين يعملوا ايه، ففريوسا استغلت الفرصه دي وقطعت الحبل وهربت. للاسف سواق الموتوسيكل كان شايفها وطلع يجري وراها وفعلا مسكها. والصبح ماري لاحظت انهم وصلوا لمعسكر العصابه وقدرت توقع واحد منهم، وما فضلش غير توجان مع فريوسا وقال لاصحابه انه لقى مكان فيه خير كتير. ولما حاول ياخد فريوسا للزعيم بتاعهم، فريوسا قفزت ورمت سلاحها في العجله وخبط فيها وانصاب. بعد كده فريوسا وتوجام اللي كان متصاب خدوهم علشان يشوفوا الزعيم اللي اسمه ديمونتوس وهو امير حرب. توجام مات وهو بيحاول يرد على اسئله ديمونتوس، ووقتها فريوسا حاولت تضربه علشان ما يقولش على قريتها، فاضطروا يسحبوها بعيد. وعلشان هي مش راضيه تقول على مكان بيتها، ديمونتوس قرر يحتفظ بيها ويعاملها كويس على امل انه يكسب ثقتها. وبره المعسكر ماري خدت درع سواق الموتوسيكل اللي وقع وهو بيهرب من عاصفه رمليه. بعد كده اتسللت للمخيم وبدات تقتل العصابه واحد ورا التاني لحد ما وصلت للخيمه اللي فيها فريوسا وقتلت راجل تاني. لكن لما شافت واحده بتهتم بفريوسا قالت لها انها ضحيه وام زيها. ماري وفريوسا هم بيحاولوا يهربوا، الست دي على طول نبهت العصابه. واحد من الحراس ضرب نار على ماري وحرق ظهرها، فكان لازم تخلع هدومها علشان تطفي النار، وهربوا بسرعه بالموتوسيكل. لكن ماري سمعت صوت ديمونتوس وعصابته جايين وراهم، طلبت من فريوسا ترجع البيت من غيرها وادت لها بذره خوخ علشان تبقى تزرعها. بعد كده ماري ضربت واحد من السواقين برصاصه، لكن بسرعه اتحاصرت واتغلبوا عليها. فريوسا لما سمعت الصوت رجعت تاني واكتشفت ان العصابه علقت ماري على الشجره. لما كانوا بيسالوها هي جايه منين كانوا بيؤذوها جدا، ومع ذلك رفضت تخون شعبها. ديمونتوس اجبر فريوسا انها تشوف رجالته وهم بيقتلوا امها. بعدين حبسوا فريوسا في قفص، وديمونتوس كان بيجبرها تتفرج عليهم وهم بيعذبوا الناس. كانوا بيتخانقوا مع بعض بعنف علشان يحددوا مين اللي هيشارك في التعذيب. وبعد ما بيختاروا السواقين بيركبوا الموتوسيكلات اللي بتجر السلاسل اللي بتقطع الراجل حتت. ديمونتوس ادى فريوسا دبدوب كان بتاع بناته، لكن هي رمت الدبدوب بعيد من غير ما تقول اي حاجه. تاني يوم هم في الطريق راجل من اللي بيعرفوا التاريخ قال لفريوسا انه يقدر يعلمها الكتابه والقرايه علشان تبقى ليها قيمه عند ديمونتوس. لكن فريوسا تجاهلته، كان واضح انها قررت تفضل ساكته. وفي ليله من الليالي فريوسا لقت شويه حبر بين الاكياس اللي في القفص ورسمت خريطه نجم على دراعها علشان ما تنساش طريق الرجوع للبيت. وبعد كام يوم عصابه ديمونتوس كانوا بيستكشفوا الارض، ولما شافوا دخان احمر في السماء جريوا بسرعه ناحيه المكان، وهناك لقوا فتى الحرب وهو واحد من الجنود اللي بيحاربوا لصالح امرتان جو. ديمونتوس كان عايز يعرف مكان الارض الخضراء، وفتى الحرب افتكر انهم بيتكلموا عن القلعه فقرر ياخدهم على هناك. واول ما وصلوا القلعه كل العبيد جروا يستخبوا من الرعب. ديمونتوس طلب يشوف القائد وهددهم لو ما تعاونوش معاه، لكنه وعدهم بالحريه والثروه لو عملوا اللي هو عايزه. وفي اللحظه دي ظهر القائد جو وطلب من مساعده يختار فتى الحرب علشان يكمل المفاوضات مع ديمونتوس. فاختار واحد وبدا يدهن اسنانه، وبعدها قفز من فوق الجسر ونزل على شويه اسلاك قبل ما يقع ويفجر نفسه. ومساعد جو شرح ان فتيان الحرب مستعدين يموتوا علشان جو. وبعد ما انسحب القاده فتيان الحرب هاجموا عصابه ديمونتوس، كتير من رجاله ديمونتوس اتقتلوا، وفي نفس الوقت سرقوا شويه موتوسيكلات كان فيها سلاسل متعلقه. قفص فريوسا كمان اتاخد، والعبيد فتحوها علشان يخطفوها هي وراجل التاريخ. ديمونتوس جري بسرعه علشان ينقذهم واخدهم بعيد في الوقت المناسب. دلوقتي ما كانش قدام عصابه ديمونتوس غير خيار واحد وهو انهم ينسحبوا. بعد كده ديمونتوس والمجموعه بتاعته وصلوا لجاز تاون اللي هي القلعه الثانيه في الارض الكحله. كانوا قاعدين مستنيين واحده من القوافل تخرج من المدينه، ولما شافوها حاصروها على الطريق وقتلوا بسرعه كل الرجاله اللي كانوا بيحرسوها. بعد كده شويه من عصابه الموتوسيكلات اتنكروا في شكل فتيان الحرب واتحركوا بالقافله ناحيه جاز تاون. ديمونتوس والرجاله الباقيين كانوا بيتابعوا من بعيد وكانوا عاملين نفسهم انهم بيتعرضوا للهجوم. في الاول حراس البوابه رفضوا يفتحهم وكانوا حاسين ان في حاجه مش طبيعيه. ديمونتوس قرر يبدا يقتل رجالته اللي متنكرين علشان يخليهم يصدقوا ان الهجوم حقيقي، وفعلا فتحوا البوابات علشان ينقذوا القافله. لكن سواقين الموتوسيكلات مش مسموح لهم يدخلوا، كان في شويه تانيين من العصابه مستخبين في الشاحنه. واول ما فتحوا البوابات نزلوا بسرعه وحاصروا الحراس واجبروهم يفتحوا البوابات. ديمونتوس ورجالته دخلوا المدينه بسرعه وسيطروا عليها. وبعد شويه جو استلم صباع قائد جاز تاون كرساله فوافق على تنظيم اجتماع. ديمونتوس وصل مع قائد جاز تاون وكان بيعذبه بجهاز. القائد كان بيتوسل لاخوه جو انه يرحمه، لكن اولاد جو هاجموا وديمونتوس قتل الراجل انتقاما منهم. ديمونتوس بعدها شرح انه زرع قنابل في كل حته في جاز تاون وان هو الوحيد اللي يعرف طريقه تفجيرها او تعطيلها، وقال
كمان انه هيفجر المدينه لو ما تمش تعيينه رسميا كزعيم للمدينه، لكن جو كان مهتم اكتر بفيريوسا، فديمنتوس قال له انها بنته، وفيريوسا انكرت وقالت ان ديمنتوس قتل امها. وفي الاخر امرتان جو وافق انه يسيب ديمنتوس ياخد جاستاون مقابل فيريوسا وواحد من رجالته. ديمنتوس ما كانش عاجبه الاتفاق ده، لكنه وافق في الاخر واخد الدبدوب بتاعه قبل ما يمشي. بعد كده جو اعلن ان فيريوسا هتكون واحده من زوجاته التانيين وتعيش مع حريمه. الستات التانيين كانوا طيبين، لكن فيريوسا كانت مضطره تشوف ازاي جو بيجبرهم يكونوا معاه. وفي يوم من الايام واحده من الستات خلفت بنت، وجو اعلن انه محبط جدا علشان هو عايز اولاد بس. في الوقت ده ابن جو كان بيلمس شعر فيريوسا بطريقه تخوفها. بعد كده فيريوسا كشفت انها لسه محتفظه ببذره الخوخ بتاعه امها، وكمان بدات تقص شعرها وعملت باروكه بشبكه وشمع علشان محدش يلاحظ التغيير. في النهايه ابن جو اخد فيريوسا لأوضته وكان ناوي يستغلها، لكن لما مسكها من شعرها فيريوسا هربت بسرعه وسابت الباروكه. فيريوسا استخبت تحت الجسر والراجل كان بيدور عليها، لكن اخوه شافه وعلشان يتجنب المشاكل مع جو رمى الباروكه بعيد ومشي من غير ما يلاقي البنت. بعد كده فيريوسا اتنكرت في زي ولد وفضلت ساكته لحد ما اشتغلت معاهم. فيريوسا كانت شاطره جدا في التسلق والقفز، فعلى طول حصلت على مكان وسط الميكانيكيين اللي كانوا بيتعاملوا مع المركبات القديمه. عدت 15 سنه وفيريوسا ما اتكشفتش بفضل انها كانت ساكته طول الوقت. وفي يوم من الايام طلبوا من الفنيين انهم يبنوا منصه حربيه قويه جدا، وبداوا يدربوها تدريب قاسي جدا. المنصه ده هيسوقها الامبراطور جاك اللي كان ليه شهره كبيره على الطريق. وبعد شغل ومجهود جاك اخذ المنصه في رحلتها الاولى، لكن فجاه لقى نفسه متحوط بمجموعه انشأت عن عصابه ديمونتوس اللي بقوا متمردين وشكلوا عصابه خاصه بيهم. كانوا بيستعملوا المظلات المتوصله بالموتوسيكلات علشان يهاجموا المنصه من فوق. فتيان الحرب بداوا يموتوا واحد ورا التاني، ده حتى كانوا بيضحوا بنفسهم وبيقعوا من فوق المنصه. جاك بيكمل سواقه وبيخبط في العصابه وفتيان الحرب، ما كانش بيفرق بينهم. فيريوسا كانت مستخبيه تحت المنصه ومعاها موتوسيكل واكل كتير، كانت ناويه تهرب. الميكانيكي لما نزل يصلح الضرر بيتقتل، فبتمسك بادواته علشان تصلح هي الضرر. في الوقت اللي العصابه مستمره في مهاجمه المنصه بيحطوا متفجرات تحت المنصه، لكن فيريوسا بتضرب واحد من العصابه وبتعطل المتفجرات. السواقين بيبداوا يطلعوا على المنصه، لكن فيريوسا بتقدر تصلح المشكله، وجاك قدر يسوق اسرع ويتخلص من العصابه. وفتيان الحرب قتلوا الباقيين. للاسف عدد العصابه كان كبير جدا، وفتيان الحرب كانوا بيموتوا واحد ورا التاني بالرغم من كل التضحيات اللي كانوا بيعملوها. لما عربيه انفجرت وخبطت قدام المنصه، الحركه دي خلت فيريوسا طلعت من تحت المنصه، وجاك شاف الحقيقه اخيرا. فجاه سواقين الموتوسيكلات بيقربوا، ففيريوسا وجاك بيبداوا يضربوا عليهم نار. بعد كده فيريوسا بتستخدم دراع ميكانيكي علشان تقتل واحد كان طاير، ولما شخص تاني بيقرب على موتوسيكل طاير بتضرب سهم في رجله. بعد كده فيريوسا بتقول لاخر واحد من فتيان الحرب انه يشغل المطرقه الوحشيه ويستخبى ورا الفتحه. وقتها اخر واحد من العصابه كان طاير، فبيموت لما المطرقه بتشتغل، لكن قبل ما يموت بيضرب النار على فتى الحرب وبيقتله. بعد كده فيريوسا بتهدد جاك بمسدس وبتطلب منه يوقف المنصه، فبيطردها جاك من المنصه وبيسوق بعيد، بس بيرجع بعد كام دقيقه ماشي على رجليه، وقال لها انه خسر كل حاجه وبيعرض عليها انها تبدا من جديد، وبيوضح انها محاربه شاطره وانه مش فارق معاه جنسها. لما جاك وعد انه هيعلمها كل حاجه وازاي تعيش على الطريق، فيريوسا وافقت تتعاون معاه، ومن ساعتها فيريوسا الدراع اليمين لجاك، وكانوا بيسافروا مع بعض. وفي يوم من الايام وقفوا في جاز تاون علشان يجيبوا وقود، واكتشفوا ان المكان فيه فوضى. المكان كان بينتهي علشان ديمنتوس قائد فاشل. ديمنتوس شاف فيريوسا لكنه ما عرفهاش علشان كبرت، كان عايز يعمل اجتماع بين امراء الحرب، وجاك وافق انه يوصل رساله لجو، لكن قبل ما يقدروا يمشوا بيحصل اعمال شغب في المكان. مجموعه جاك هربت بسرعه مع فيريوسا اللي كانت سايقه، وجاك كان بيضرب نار على اي حد يقرب منهم. قدروا يعدوا البوابه قبل ما الامور تبقى سيئه، لكن فيريوسا اتضربت في كتفها. جاك اهتم بيها بسرعه، ولما رجعوا للقلعه نقلوا رساله ديمونتوس. مساعد جو واولاده بداوا يتخانقوا حوالين اللي المفروض يعملوه، وجو امر جاك انه يجيب كل الاسلحه اللي يقدر يلاقيها من مزرعه الرصاص. وبعدين جاك بدا يعالج جرح فيريوسا وسالها عن الوشم اللي عندها. جاك كان بيشرح لها ازاي اهله ماتوا، وكان عايز يساعدها تلاقي مكان قريتها، فطلعت البذره وطلبت منه يروح معاها. تاني يوم راحوا على مزرعه الرصاص، وجاك خلى فيريوسا تسوق واحده من عربيات الحراسه بدل المنصه. لما وصلوا لهناك اكتشفوا ان ديمونتوس ورجالته وصلوا هناك قبلهم. جاك لمح العدو وهو بيهاجم، وعلى طول خد فيريوسا ورجع بيها بسرعه من البوابه، لكن العربيه الثانيه اتحطمت والمنصه اتحبست جوه. جاك بدا يضرب نار عليهم، وفيريوسا قتلت حارس البوابه وساعدت جاك لما ضربت النار من خلال البوابه. بعد ما جاك شاف فيريوسا رجع للمنصه وراح يخبط في البوابه، ففيريوسا جريت على العربيه علشان تستناه، بس بدل ما ينضم ليها جاك ضرب قنبله دخان لونها اخضر علشان يستدعي التعزيزات، واتحرك علشان يخلص عليهم وهو بيشغل المطرقه الوحشيه. فيريوسا كانت محبطه جدا وحاولت تمشي من المكان، لكنها حست بالذنب ورجعت ودخلت للمزرعه واستخدمت القناصه وبدات تضرب نار عليهم. ديمونتوس كان بيتفادى كل الطلقات، وفيريوسا قتلت مجموعه من رجالته، واخر طلقه كانت هتقتله. جاك بدا يدخل في المباني، وديمونتوس اتعلق على الكوبري. بعد كده البرج وقع على المنصه واتعلق في الحفره، فجاك بدا يتسلق علشان يطلع قبل ما يقع. فيريوسا جت بسرعه بالموتوسيكل وانقذته في اللحظه المناسبه. لما حدفت له الخطاف هما الاثنين هربوا بسرعه وخططوا انهم يتبعوا خريطه فيريوسا علشان يعرفوا طريقهم. في الوقت ده رجاله ديمونتوس انقذوه لما استخدموا حفار وامرهم يطاردوا جاك وفيريوسا، فبيكسر البوابه بعربيه عملاقه علشان يخرجوا، وبسرعه لحقوا جاك وفيريوسا وبدات معركه بالاسلحه. ديمونتوس كان بيسوق
عربيته جنب عربيه فيريوسا بالظبط، فقدر انه يسحق دراع فيريوسا اللي فيه الوش. بعد كده العربيه العملاقه خبطت عربيه فيريوسا بعجلها الضخم وخلت العربيه تتقلب، وفي الاخر مسكوا جاك وفيريوسا. بعد كده ربطوا جاك في ظهر موتوسيكل وكانوا بيسحبوه يعذبوه ببطء لحد ما يموت. فيريوسا اتعلقت في ظهر العربيه من دراعها المصاب، وديموندوس اجبرها تتفرج على جاك وهو بيموت. وفي خلال الساعات اللي بعدها ديموندوس قعد على عربيته علشان يستريح ويشوف رجالته هما بيدوروا حوالين نفسهم، وكانوا بيعملوا سحابه تراب كبيره. لما اخيرا حس بالزهق راح يشوف فيريوسا واكتشف انها هربت بعد ما سابت دراعها واستخدمت سحابه التراب كغطاء. ولما حاول يطاردها اكتشف انها ربطت سلسله العربيه بالعجل اللي اتقطعت لما المحرك اشتغل. وفي النهايه الموتوسيكل اللي فيريوسا سارته كان خلص منه البنزين واضطرت تمشي في الشمس لحد ما فقدت الوعي. لحسن الحظ لقاها واحد من حراس القلعه ورجعها. فيريوسا فاقت في وسط جثث كتير وكانت موجوده في حفره من حفر سكان القلعه، فهربت بسرعه من المكان وطلبت تقابل جو، وقالت له ان ديمونتوس استولى على مزرعه الرصاص وجاي ومعاه اسلحه كتير، ومن بعيد كانوا شايفين الدخان. فيريوسا وضحت ان ديمونتوس بيحرق جاز تاون علشان يجبر جو يروح لهناك ويسيب القلعه علشان يعرف يستولى عليها. جو قرر انهم هيتظاهروا انهم رايحين لجاز تاون علشان يخدعوا ديمونتوس. فيريوسا طلبت من جو انه يسيبها تجيب راس ديمونتوس، وبعد كام دقيقه ديمونتوس شاف مجموعه من العربيات رايحه ناحيه جاز تاون وبلغ رجالته انهم رايحين القلعه. بعد كده مساعد جو بعت اشاره للعربيات علشان ترجع. وعلى مدار ال40 يوم اللي بعد كده قامت حرب على الطريق. رجاله ديمونتوس وجو فضلوا يقتلوا بعض بكل الطرق الممكنه. وفي الوقت ده فيريوسا صنعت دراع ميكانيكي جديد يعوضها عن اللي خسرته وحلقت شعرها. بعدين راحت للميكانيكيين وسالتهم عن عربيه، ما لقتش غير عربيه واحده في القلعه بس كانت ناقصه عجله، لكن قررت تاخدها. وفي الاخر لقت المكان اللي ولاد جو بيصلحوا فيه العربيات علشان يكملوا الحرب وسرقت عربيه. رجل التاريخ وقتها سماها الفارس الخامس. وبعد كام يوم ديمونتوس كان مع رجالته اللي لسه فاضلين، وفجاه لاحظ ان 2 منهم وقعوا. لما شاف عربيه جايه عليهم طلب من رجالته انهم يتفرقوا علشان يحاولوا يعملوا كمين ليها. فيريوسا بدات تسوق بسرعه وضربت الموتوسيكلات بعربيتها وكانت بتخلص عليهم واحد ورا التاني. وبعدين طردت عربيه ديمونتوس لكنه طلع رجل عجوز لابس لبسه علشان يشتتها، فقتلته لما وقع في حفره من الرمال المتحركه. بعد كده شافت سواقين الموتوسيكلات وهم بيحاولوا يدوروا على ديمونتوس، ولاحظت راجل بشعر طويل لكن لما وقع عرفت انه كان تمويه تاني. فيريوسا فهمت ان الوحيد اللي بيبعد هو ديمونتوس. بعد لحظات بيفوق ديمونتوس تحت القماشه اللي بيستخدمها علشان يستخبى تحتها، واكتشف ان ازازه الميه بتاعته اتقطعت. ولما بيطلع بتكون فيريوسا مستنياه وبيحاول ديمونتوس يضرب عليها نار لكن مفيش رصاص في المسدس، فحاول انه يهرب. بس لما بيشوف العربيه بتتبعه بيقع على ركبته وبيستسلم. فيريوسا بتطلع لابسه لبسه وبتساله اذا كان فاكرها، لكن ديمونتوس مش عارف هي مين، وكل اللي يعرفوا عنها انها شريكه جاك. لما حاول يسرق السكينه بتاعتها بيطلع انه مجرد مقبض مكسور، وده بيدي فرصه لفيريوسا انها تضربه. لما ديمونتوس فاق لقى نفسه مربوط بالسلاسل. فيريوسا بدات تحكي له عن كل الموت والالم اللي هو سببه ليها ولامها من 15 سنه، لكن ديمونتوس ما فهمش الموضوع وفكر انها ضحيه تانيه من ضحاياه. بعد كده فيريوسا بدات تضربه لكن ديمونتوس فضل يتكلم معاها. فجاه جات له نوبه صرع وقع على الرمل. فيريوسا شغلت دراعها وقطعت السلاسل علشان تاخد الدب، وده خلى ديمونتوس يعرف هي مين اخيرا، فعرض عليها يتعاونوا ويكونوا امراء حرب مع بعض. لكن فيريوسا رمت الدب وانتقمت منه في النهايه، وكانت بتعذبه وعملت فيه زي ما عمل في امها لما علقها على الشجره، وكمان سحبته وراها في العربيه زي ما عمل مع جاك. وفي الاخر فيريوسا جابته للقلعه واستخدمته لما زرعت البذره اللي كبرت وبقت شجره خوخ، لما استخدمت ديمونتوس كمواد مغذيه وطلع منها اول فاكهه. وبعد كده ساعدت زوجات جو على الهروب لما ركبتهم الشاحنه. وهنا بينتهي فيلمنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. سلام.